هوبا، ايه الجمدان ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه يا شباب الصور الجامده دي؟ يا شباب الصور اللي قلبه الفيسبوك جمدان دي عدوة صور وانتشرت على الفيسبوك، حتى انا كمان عملت صوره منهم اهم. ايه رايكم في صوره بروفايل الجديده؟ الصوره دي الذكاء الصناعي هو اللي رسمها لي، ولو عاوز تعمل صورك زيها سهل الموضوع جدا، حتى في برنامجين سايبهم لك في التعليقات تحت بس بريميوم بفلوس. واكيد يعني انا مش طالع اغيظك يا صديقي، لا تقلق، هقول لك تعمل صورك عليهم ازاي دلوقتي بالظبط ببلاش. بس الاول عايزك تسمع الكلمتين دول. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. اللي بيتكلم ده ايلون ماسك، اغنى راجل في العالم وصاحب ميتافيرس، وفي فيديو اتكلمنا فيه عن الميتافيرس قبل كده بشكل مفسر وبيحكي عنه كل حاجه، موجود في التعليقات تحت، ابقوا شوفوه. المهم بقى ان ايلون ماسك ده برضه صاحب شركه الفضاء سبيس اكس، وصاحب اختراع شريحه المخ اللي لو تفتكروها كانت السنه اللي قبل اللي فاتت، وبرضه في فيديو عن الموضوع ده بالتفصيل موجود تحت في التعليقات، ابقوا شوفوه. ولما نرجع تاني لقصه الصور، فاول برنامج بيعمل الصور الجامده دي اسمه ريماي، وده بيطلب منك تحط 8 صور وشك باين فيهم علشان في الاخر يطلع لك 50 صوره مرسومين بالطريقه الجامده دي. بس ده لما تنزله من على البلاي ستور عادي جدا هيعطلك في خطوه واحده، وهي الخطوه دي، وهيطلب منك تدفع حوالي 50 جنيه. بس لو استخدمت اي برنامج VPN وغيرت مكانك لاي دوله هيفتح لك تجربه مجانيه لمره واحده بس، وهيدي لك صور شكلها حلو قوي بس عليها لوجو البرنامج بالشكل ده. اما البرنامج التاني ده بقى اللي حواره كبير قوي. البرنامج التاني وموجود في اللينك التاني اسمه الداون AI، وده بقى موضوع كبير قوي لانه مش بس هيرسمك، لا ده كمان ممكن تستخدمه في الرسم وصناعه الصور بمجرد كلمات تدخلها له. يعني مثلا زي ما هتقول له ارسم لي صوره للمسلمين ايام مصر القديمه وهم رايحين يصلوا العيد، او تقول له هات لي صوره لقط قاعد في الفضاء، او تقول له مثلا يجيب لك صوره سندوتش همبرجر على سطح المريخ، او ديك لابس بدلة حرب وطالع يحرر فرخة من العشة بتاعته اتأثرت في عشة تانية. وممكن تقول له ارسم لي محمد صلاح مثلا جنب الاهرامات سايق عجلة. وطبعا لو انت سامعني وعينك على الشاشة فانت شايف كل اللي انا بقوله بيتحول ازاي لرسمة ودقيقة جدا وتكاد ان تكون حقيقية 100%. والبرنامج ده بقى هقولك على طريقه تنزيله وتشغيله برده حالا، بس الاول عشان احبك دايما تكون فاهم يا صديقي كل حاجه وكل اللي بيجري حوالينا مش بس بتنفذ وخلاص وبتعمل زي ما الناس بتعمل وخلاص. كلمه الذكاء الاصطناعي اللي ماليه التايم لاين على الفيسبوك وكل مواقع السوشيال لسه هتملاهم تاني اكتر الايام الجايه والسنين كمان الجايه. الكلمه اللي اتولدت واحنا دلوقتي بنشاهد ميلادها وهتفضل معانا لحد اخر اعمارنا. الذكاء الاصطناعي ده بس مش مجرد برنامج يرسم لك صوره ويعدل لك على صوره ويضيف لك شويه خيالات ويهيئها لك ان هي حقيقي، لا زي ما سمعت في اول فيديو الذكاء الاصطناعي اخطر بكثير من الرؤوس النوويه، لان دي تكنولوجيا كامله، تكنولوجيا تقدر تهيئ اي شيء لاي حد وتحوله لصوره او فيديو يكاد ان يكون حقيقي. واي شيء هنا تعني كلمه اي شيء حرفيا، يعني ممكن تحول تصورك للفضاء او عالم الجن او عالم الحيوانات المنقرضه مثلا، او حتى ممكن تحول لك وتصور لك الانسان نفسه حي او ميت. وحوار تصوير الميت ده مش بيودينا الا لسكه واحده بس اخرها ايوه هو ده، وده شيء انا شخصيا على قناعه بيه ومقتنع بيه جدا، وعلى مدار السنين بيتثبت لي انه صحيح، لان بياناتنا المتخزنه في الابلكيشنز اللي على موبايلاتنا زائد محادثاتنا على الواتساب وعلى الفيسبوك وعلى الماسنجر وكل كلمه قلتها في شات بينك وبين واحد صاحبك متخزنه ومحفوظه، والشركات دي تقدر توصل لها في اي وقت. وحتى كمان الكلمات اللي ما بتقولهاش لحد صاحبك وبتقولها بينك وبين محرك البحث جوجل، وحتى كمان الكلمات اللي بتبقى بينك وبين عقلك وما بتقولهاش لحد خالص. بأمارة لما بتفتح الفيسبوك واول بوست بتقابله بيكون اعلان في حاجه انت فكرت فيها بينك وبين نفسك. والمعلومات اللي قدرت الشركات دي تجمعها مننا في خلال السنين اللي فاتت وخلال السنين الجايه، وافتكر كلمتي كويس، لو عشنا هي دي هتبقى قدره المسيح الدجال، قدرته انه ازاي يتحكم في بني ادم ويغويه ويصور له الحي البعيد وكمان يصور له الميت، وطبعا كله باذن الله، وده اللي قاله لنا سيدنا محمد صلوا عليه. ولو رجعنا بقى للصور الجامده تاني، فاحب اقول لك يا صديقي ان طريقه تشغيل البرنامج التاني اللي هو داون AI ده طريقته سهله جدا ومش محتاجه اي شرح. وبالمناسبه ده اللي عمل لي صوره بروفايلي على الفيسبوك الجديده بتاعتي، احبك بقى تدوس عليها من جنب اسمي وتشاركني رايك في تعليق وتقول لي لو البرنامج فتح معاك وفعلا سامح لك انك تطلب منه اي حاجه ويرسمها لك، هتطلب منه يرسم لك ايه؟ اشوفكم تاني قريب، سلام.